وسط المنتخب المغربي والمنتخب ديال اسكتلندا، المباراة اللي غادي تكون حاسمة في التأهل ان شاء الله. الى ربح المنتخب المغربي غادي يضمن المقعد ديالو في الدور ديال 32. الفيديو غادي يكون مختص بشكل خاص على التشكيله، واش غنبدلوا فيها شي حاجه او ما غادي نبدلوا فيها والو، واش كاينين البدلاء اللي غادي يقدروا يعطيو نفس المردود ديال اللاعبين اللي كانوا كونتر البرازيل. هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله. المنتخب المغربي توفق بواحد الشكل كبير في المباراة ديالو كونتر البرازيل، واخا ما كانتش النتيجة ديال الرباح 3 بوان، ولكن كيبقى راه لاعب كونتر منتخب مصنف ومرشح من الاوائل باش يتوجوا باللقب العالمي. فهنايا ما علينا الا نكونوا راضيين على المستوى اللي بان به المنتخب ديالنا وحتى اللاعبين، وغادي نشوفوا الاماكن اللي كان عندنا بهم في بعض المشاكل. لان في حراسه المرمى ياسين بونو اللي كان متالق بصراحه، كان متالق مزيان. عيسى ديوب وشادي رياض اللهم بارك، لاعب كريستال بالاس اللي دار ماتش كبير بزاف. عيسى ديوب اللي كيبقى في علامه استفهام، وهنا غادي نشوفوا المكان ديال عيسى ديوب هو البلاصه الوحيده، او كاينين جوج ديال لي بوست اللي كنقول يقدر يتغير فيهم اللعب. البوست الاول هو عيسى ديوب اللي بان باللي مخلوع مرعود ثقيل، في اي لحظه يقدر يعطيك، كيعرف غير بونو يشدها حدا بوطو يردها لبونو، ما كيعرفش شي حاجه من غير بونو، ما كيعرفش يلعب القدام، بزاف ديال الامورات اللي هي سلبيه. ولكن السؤال، واش عندنا بديل اللي غادي يلعب في هذيك البلاصه ويكون احسن من عيسى ديوب؟ ما كاينش بديل، ما عندناش شي لاعب اللي غادي ندخلوه في هذيك البوست ويكون مزيان. اذا ما عندنا ما نديرو، وغادي نخليو استقرار على ديوب وغادي نطلبوا ليه تيسير. المركز ديال الاظهره في لا نقاش فيهم حكيمي والحاج اللهم بارك. حكيمي خاص دياز يولي يضرب معاه واحد شويه ديال التماره، خاص دياز يولي يغطي، خاص دياز يولي يرجع، خاصو يخدم، ما بقاش اخويا طيح كره ويبقى يتسنى. وسط الميدان ما عندناش المشكل، وسط الميدان وعدي والعناوي اللهم بارك قادرين يسترجعوا الكره وقادرين يخرجوها وباريحيه. اذا وسط الميدان هاد جوج الناس راه ما يمكنش. اللاعب الثاني اللي قلت انه ممكن اننا نشوفوا واحد التغيير فيه هو اللاعب عز الدين أناحي اللي ما قنعش وما عطاناش ديك المردود اللي حنا كنتسناو من أناحي لعب كبير، ما عطا والو في مباراة كونتر البرازيل، ما كانش مزيان. السبب راجع، واش اول مباراة، واش نظرا للقوه ديال الخصم او القوه ديال الخط الوسط ديال الخصم ما خلاوش يتحرك، ما عرفناش شنو السبب. ولكن اللي متاكدين منه هو ان الا شفتي أناحي تغير ما يبقاش فيك الحال. علاش؟ لانه ما عطاش. هذه وحده. دونك أناحي نقدروا نغيروه بمرابط، اذا شتي مرابط فما تفاجئش، او الخنوس الا دخل الخنوس بلاصه ديال أناحي فيقدر يلعب الطالبي في هذاك الجناح، وهذه شويه مستبعده. بالنسبه للهجوم فدياز في هذاك الجناح، الخنوس في الجناح الاخر كما قلت، او الطالبي، وصيباري لا نقاش فيه كراس حربه وهمي. وبالنسبه لي انا نعطيكم التشكيله ديالي، فدون اي تغيير على التشكيله اللي لعبات المباراه ديال البرازيل. ما غادي نغير حتى شي واحد، حتى أناحي نخليه في بلاصتو وعيسى ديوب نخليوه في بلاصتو، نثقوا فيهم ونخليهم يلعبوا الماتش ديالهم. هذا الراي ديالي، والاراء تختلف، لهذا خلي لي الراي ديالك في لي كومونتير. شكون بغيتي تشونجي وشكون بغيتي تخلي؟ اكتب لي التعليق ديالك، اكتب لي التشكيله اللي بغيتي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. Free audio post production by alphonic.com